بعد شهور من الإنكار ومحاولة التملص من مجازر الساحل السوري، قطع تقرير رويترز الصادر في يونيو الماضي الشك باليقين، حيث أكد تورط حكومة الشرع من رأسها حتى قدميها في إراقة دماء السوريين. تلك الحكومة التي كانت ترفع شعارات العدالة والتغيير انقلبت وعودها إلى واقع من القمع والعنف. وقد وثق التقرير مقتل أكثر من 1400 مدني خلال 3 أيام بأوامر صدرت من داخل وزارة الدفاع ونفذت بأيادي تابعة لها وأخرى مرتبطة بتركيا. الحكومة التي صدرت شعارات السيادة وضعت يدها في يد أنقرة، وكانت ثمن دماء السوريين واحتلال أراضي سوريا لم تغادرها تركيا حتى اليوم. ولم تتوقف الانتهاكات عند حدود القتل الجماعي، بل امتدت لاختفاء عشرات النساء من طرطوس واللاذقية وحماة التي تقطنها أعداد كبيرة من العلويين في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات. وجاء الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق وأسفر عن وفاة العشرات من الأبرياء والمسيحيين ليؤكد أن حتى دور العبادة لم تعد بمنأى عن العنف، وأن الدولة وإن لم تكن هي الفاعل المباشر فإن عجزها وتقصيرها عن الحماية يضعنها في موقع المسؤولية الأخلاقية والسياسية. وفي ظل هذا الواقع الدموي يبقى السؤال الأهم: من سيحاسب المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟ وهل توجد إرادة حقيقية لوضع حد للعنف وفتح ملفات المحاسبة والعدالة؟ وما مستقبل سوريا في ظل دولة غارقة في الدماء وعاجزة عن حماية شعبها؟